بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حي الله الإخوة المشاهدين، أحييكم بتحية أهل الجنة يوم يلقونه سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو شهر الخيرات، ها هو شهر البركات، ها هو شهر الرحمات، شهر تكفير السيئات، شهر التوبة، شهر العتق من النيران، شهر النفحات الربانية، شهر النفحات الإلهية. إنه شهر ليس كبقية الشهور، وليال ليست كبقية الليالي. إنها أيام عظيمة، هي سيدة الأيام، هي أعظمها، هي أفضلها. كيف لا؟ وقد اختص جل وعلا كما في الحديث القدسي هذه العبادة الجليلة الصوم له سبحانه وتعالى، قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا الشهر إنما أقبل ليطهر هذه النفوس، هذا الشهر إنما أقبل ليقول لكل مذنب، لكل مسرف، أن عودوا في أول ليلة من ليالي هذا الشهر، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: ينادي المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. نعم، أنت يا من لا زلت مسرف، يا من لا زلت مضيع، أنت يا صاحب الأغاني، يا تارك الصلوات، يا عاقا بوالديه، أنت يا من يسافر السفرات المحرمة، يا من يفعل الفواحش والآثام، أنت يا من لا زلت في غيك، يا من لا زلت في أغانيك، في مسلسلاتك، في أفلامك. أنت يا أمة الله يا من لا زلت تفعلين الأفعال المحرمة، يا من لا زلت تقصرين، يا صاحبة العباءة المخصرة، يا صاحبة المجمعات، يا صاحبة المعاكسات. أنتم يا من أعرضتم. إن هذا الشهر يناديكم: تعالوا فأقبلوا. هذا الشهر يناديكم: تعالوا، فإن أبواب الجنة قد فتحت، أبواب النيران قد غلقت. تعالوا، فإن الله جل وعلا له في كل هذا الشهر، في كل ليلة، عتقاء من النار. تخيل يا أخي العظيم، تخيل يا أخي الغالي، كم من الآلاف المؤلفة في كل ليلة ترفع إلى الجليل سبحانه وتعالى لتعتق من النار. فأسألك بربك، أسألك بربك، أنت يا أمة الله، هل اسمك أنت، هل اسمك أنت مع هذه الجموع، مع هذه الآلاف التي أعتقت من النار؟ والله إن المحروم، كل المحروم، والله إن الحرمان وإن الخسارة، والله إن الحرمان وإن الخسارة والندامة في من ترفع هذه الأسماء ولا يرفع اسمه معهم، في من تغفر هذه الذنوب وتكفر هذه الزلات ولا تكفر زلاته، في من يأتي يوم القيامة الصيام فيجادل ويحاج عنه، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إن الصيام يحاج عن العبد يوم القيامة فلا يزال حتى يشفع فيه، يشفع للعبد. والله إن الخسارة أن يأتي الصيام فيشفع لأقوام ويشفع لأناس فلا يشفع لك. إلى متى يا عبد الله؟ إلى متى وليالي هذا الشهر تقول لك أقبل؟ المنادي يقول: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. المنادي ينادي بأن أبواب الجنة فتحت. إلى متى؟ إلى متى الإعراض؟ إلى متى الغفلة؟ إلى متى الضياع؟ يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أضلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. كم كنت تعرف ممن صام في سلف من بين أهل وإخوان وجيران، أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا فما أقرب القاصي من الداني. ومعجب بثياب العيد يقطعها فأصبحت في غد أثواب وأكفان، فاحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرم أجساد بنيران. إي والله سوف تضرم أجساد بنيران. لكن هنيئا والله لمن تاب، هنيئا لمن أقبل في هذا الشهر، هنيئا لمن رجع في هذا الشهر. أتدري أخي المبارك، أتدري أخي الحبيب ما جزاء من صام هذا الصوم الحقيقي، من صامت جوارحه عن الآثام،
من صامت جوارحه عن الخطايا، من أقبل إلى ربه تائب منيب. أتدري ما جزاؤه؟ أتدري ما جزاؤه؟ ورد في الأخبار والآثار أنه يوم القيامة والناس يحاسبون. لك أن تتخيل وتتأمل هذا الموقف، والناس يحاسبون في هول وفزع، في خوف ووجل، فإذا بمائدة عظيمة قد صنعها رب العزة جل وعلا، فيها ما لذ وطاب، يأكلون ويشربون عليها أناس، والناس بقيتهم يحاسبون وفي هول وفزع وخوف ووجل. فيقول الناس: يا ربنا من هؤلاء؟ هؤلاء يأكلون ويشربون ويتمتعون ونحن نحاسب ونحن في خوف ووجل، من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء طالما صاموا وأفطرتم وقاموا ونمتم. هنيئا لكم يا أهل التراويح، هنيئا لكم يا أهل القرآن، هنيئا لكم يا أهل التوبة، هنيئا لك تلك الدمعات، هنيئا لك ذلك الاستغفار، هنيئا لمن عزم في هذا الشهر على أن يبدل سيئات حسنات، هنيئا لمن عزم على أن يرفع اسمه ليكون من المرحومين، ليكون من الفائزين يوم القيامة. فتوبوا إلى ربكم وارجعوا قبل والله أن ينتهي هذا الشهر، فهو أيام معدودات كما قال ربنا، وهي سويعات ولحظات يمر علينا كطيف خيال. والله لن يتحسر ولن يندم ولن يندم إلا من فرط في التوبة وفرط في هذا الشهر وفرط في الإنابة. فالله أسأل أن يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المستغفرين، وأن يجعلنا في هذا الشهر المبارك شهر الرحمات من المرحومين الفائزين لا المحرومين الخاسرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور. يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور.